بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قاعد أمس أقرأ تقارير غربية عن المنتخب المغربي. أنا فكرت أن هالتقارير راح تتكلم عن اللعب، عن الأهداف، عن وصول المنتخب لا 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 التقارير، واستغربت منها صراحة. وأنا فعلا قلت لكم أنا مش من النوع اللي أتابع كثير مباريات وأشوف الكورة وهاي. فالتقارير تتكلم عن العلاقات الأسرية القوية ما بين لاعبي المنتخب المغربي وأهلهم، أمهاتهم وأبهاتهم. فدخلت والله أشوف بعض الفيديوهات وتفاجأت فعلا أن كذا لاعب من لعيبة المنتخب المغربي جايين هنا ومعاهم أمهاتهم، واللي عانق أمه، واللي بعد ما يجيب هدف يروح يسلم على أمه، واللي يصور مع أمه، واللي يقبل جبين أمه، واللي يقبل جبين أبوه، واللي وفي بعض المقاطع صراحة فعلا الأم واللاعب شايلين العلم المغربي، وكل لاعب يحتفل مع أهله وأمه وأبوه. فالتقارير هذه اللي أنا قريتها في بعض وكالات الأنباء تتكلم عن التصرفات نقول عنها النادرة، واللي من الصعب أنك أنت تشوفها في المباريات، وفي استغراب غربي من هذه التصرفات. أخواني الكرام، طبعا أنتم لما تقرون هذه التقارير ما تأخذونها أن الغرب ينظر لها من ناحية سلبية، لا، الغرب ينظر لها من ناحية استغرابية، لأن الغرب يفتقد هذا الشيء. أخواني الكرام، لا تجد مواطن غربي سواء بريطاني أو من البرتغال أو من هالدول هذه أو فرنسي، لا تجدهم لما في حياته، في عمله، في شيء يفتخر بأمه أو يقبل أمه أو يحضن أمه، أو ما تشوف أمهاتهم موجودين في الملعب إلا ما ندر. أخواني الكرام، ففعلا الرسالة اللي أنا حاب أوصلها من خلال هذه الحلقة تحية إجلال وإكبار للاعبي المنتخب المغربي على هذا الاحترام الكبير للأم بالذات. خلونا نتكلم عن الأم. والله يا اخواني الكرام، فعلا انا شفت فيديو اليوم قبل ما اصور الحلقه، فعلا تاثرت من الحب القوي ما بين اللعيبه. تشوف هذا اللاعب في الملعب وقوي ويشوت ويهدف، وسبحان الله امام امه يصبح مثل شلون اقول لكم، مثل الحمل الوديع، الانسان طيب ينقلب. نشوف هذا اللاعب الشرس اللي يشوت ويهدف ومع اللعيبه بكل قوه، تشوفه سبحان الله متواضع، يخضع فعلا 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 مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: واخفض لهم جناح الذل من الرحمه. فعلا والله مناظر، انا والله تاثرت صراحه، تاثرت من كيف هذا اللاعب اللي انت تشوفه في الملعب قوي وقدام امه ضعيف. ما فعلا تحس انه يظهر هذا اللاعب على حقيقته الانسانيه والحب، يظهر على فطرته ودينه الحقيقي، انه انسان مسلم لابد وانه يحب ويحترم امه. وحتى اليوم والله قاعد اقرا مقاله عن هذا الموضوع، ان تصرفات وسلوكيات المنتخب المغربي فضحت التفكك الاسري في الغرب. اخواني الكرام، الحين هاللعيبه اللي قاعدين يلعبون الغربيين، انا اقول لكم ارجوكم لا حد يجيني بعض الناس انا اسمع يقول كاس، انا ما اتكلم عن كاس العالم، انا اتكلم عن مواقف الان، اتكلم عن مواقف. اخواني الكرام، اوجه رسائل. اللعيبه هذول انا اقول لكم والله في كثير منهم عيال حرام، عيال حرام ماخذينه متبنينه. كثير منهم ما يعرف مين امه وابوه، كثير منهم تلاقي ابوه طرده من البيت، قال له يلا روح اعتمد على نفسك. كثير منهم وانتم عارفين الابناء، وقريب راح تشوفون واحد
لا عنده ام ولا عنده اب ولا شيء، متبنينه اثنين من هذول المخنثين متبنينه. انت ولدنا زين يا اخي، شلون هاي رجل وهاي رجل، شلون انا طلعت من بطن مين؟ طلعت من بطن مين يا حبيبي؟ فانا اقول لكم يعني تحيه للمنتخب المغربي، لا اريد ان اطيل، فعلا ما صنعوه. انا احييكم صراحه على هذا الترابط الاسري. وفعلا حتى في تقرير ثاني عربي يقول لك ان وجود الامهات والاباء انعكس هذا على نفسيات اللعيبه. وكذلك انا اعتقد من وجهه نظري كعبد العزيز، اني انا كعبد العزيز لما اشوف امي وابوي في المدرجات واهلي، بالعكس انا بنقلب الى وحش من اجل اني انا افوز واكسر خشم خصمي اللي امامي، لاني اريد ان اشرف امي وابوي. فعلا لما يكون عندك احساس في قلبك وايمان ان انت موجود في الملعب وهذه امك وهذا ابوك، ولا بد انك انت فعلا يعني تكون مثل الاسد واكثر من الاسد وتشرف امك وابوك، فعلا هذا الموضوع له انعكاس ايجابي على لاعبي المغرب. فلاعيبه المغرب فعلا فضحوا، والتقارير هذه اللي انا قريتها عده تقارير في عده وكالات انباء من الاشياء اللي منزلينها، فضحوا الافلاس الاخلاقي الاسري للغرب. وانتم شايفين كانوا في بعض البطولات لما لاعب يحضر يجيب مين؟ يجيب الجيرل فريند. انا اتذكر هذا لعيبه البرازيل ولعيبه ما ادري شنو يجيبون الجيرل فريند، اللي يجيب جيرل فريند وقاعده كل واحده متفسخه ومتعريه وما ادري ايش. انما والله فعلا مواقف مشرفه. احييكم لاعبي المغرب، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقكم، واراكم في النهائي، اراكم في النهائي باذن الله سبحانه وتعالى، باذن الله سبحانه وتعالى. توكل على الله وخلوا الله سبحانه وتعالى دائما حطوا في بالكم من التوفيق من عند الله سبحانه. وكرر مرة ثانية حذاري من الغرور يا منتخب المغرب. أتمنى الرسائل تكون وصلت.